جدل واسع حول إطلالة بسمة بوسيل الجريئة في مهرجان البندقية. أثارت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة اعتبرها كثيرون جريئة أكثر من اللازم خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته 82. بوسيل اختارت فستانا أسود بتوقيع دار لابورجوازي تميز ببريقه الأنيق وياقة على شكل إكس مكشوفة أبرزت أنوثتها، فيما أضافت التفاصيل البيضاء عند الأكتاف لمسة من التباين. الإطلالة جمعت بين البساطة والفخامة، لكنها أثارت الجدل بسبب تصميم تنورته التي جاءت بشق مرتفع كشف ملابسها الداخلية في بعض الصور المتداولة على الإنترنت، خصوصا خلال جلسة تصوير على متن قارب في القناة الكبرى بالبندقية. الانتقادات تركزت على أن الإطلالة تخطت حدود الجرأة، فيما رأى آخرون أنها مجرد تعبير فني متماش مع أجواء المهرجان العالمي. ورغم الهجوم، واصلت بوسيل مشاركة صورها وفيديوهاتها عبر حساباتها الرسمية، مرفقة إياها بتعليقات لافتة، إذ كتبت: لم تسرق البندقية قلبي فحسب، بل أبقت عليه على القناة الكبرى. وفي مقطع فيديو من الجلسة نفسها، أضافت: وإن لم يكن هناك أي دراما، فنحن نصنع دراما خاصة بنا، قبل أن تختتم تعليقها بجملة باللغة الإيطالية: بسمة الجميلة الإيطالية. الإطلالة وما تبعها من تعليقات وانقسام جماهيري أعاد بسمة بوسيل طريقة النجم المصري تامر حسني إلى واجهة الجدل الفني والإعلامي، لتصبح حديث مواقع التواصل في الساعات الأخيرة.